السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وصفات أم آدم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أحسن الأحوال يا ربي. اليوم غادا نشارك معكم الغدا ديالي، نتمنى يعجبكم وما تنسونيش من لي لايك واللي مازال مشترك في القناة يشترك فيها، مرحبا والف مرحبا، ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي ان شاء الله فضلا وليس امرا. وكنبغي نشكركم على التعاليق الزوينه والمحفزه اللي كتخليو ليا، وكنبغي نشكر اختي عائشه لا فيغيتي، واحد الانسانه طيب، وكنتمنى لها الشفاء العاجل يا ربي، واللي ما عندوش يدخل عندها. ندوزو للطريقه على بركه الله. بسم الله. عندي الفخيدات ديال الدجاج، غنديرهم في الكسكاس باش نديرهم يتبخروا. الكسكاس درت فيه شويه القزبر والمعدنوس، كندير فيه شويه ديال البصله والمنسمات، كل وحده دير داكشي اللي تيناسبها واللي يعجبها. اي منسمات بغات ديرهم يمكن لها تستعملهم. انا اكتفيت غير بالقزبر والمعدنوس والبصله. والكميه ديال الدجاج كتبقى على حسب عدد افراد الاسره، كل وحده دير الكميه على حسب عدد افراد الاسره ديالتها. كنقاد هذوك الفخيدات ديال الدجاج، كندير عليهم شويه ديال الملحه وشويه الابزار. وديجا دايره في البرمه الماء سخون، وغندير الكسكاس فوق البرمه وغنغطي عليه وغنخليهم حتى كيطيبوا. راه ما تياخذوش لينا الوقت بزاف، راه دغيا تيطيبوا. والكميه ديال الدجاج كتبقى على حسب عدد الافراد الاسره، كل وحده ودير الكميه اللي كتناسبها وعلى حسب عدد الاسره ديالتها. هنايا غنوجد معكم التكتوكه، كنوجدها في الكوكوط دغيا كتوجد ليا، كتاخذش ليا الوقت بزاف. عندي واحد الحبه ديال المطيشه قطعتها مربعات صغار، جوج حبات ديال الباذنجان، شويه الفلفله كانت عندي ديجا في المجمد. كندير عليهم التوابل، شويه الملحه، شويه الابزار، شويه معلقه كبيره ديال التحميره، وشويه ديال الكمون، وشويه الزيت البلديه، شويه ديال القزبر ومعدنوس، وكنسد عليهم وما تندير لا ما لا والو. كنسد عليهم وكنديرهم فوق البوطه على نار مهيله وكنخليهم حتى كيطيبوا. وبعد ما طابوا ليا كنخليهم حتى كيتشحروا مزيان وتيوقفوا في ديك الزويته ديالتهم، هذيك التكتوكه. كنزيد شويه الزيت البلديه وكنخليها تشحر حتى كتوقف في ديك الزويته ديالتها على هاد الشكل بحال هكا. صدقوني راه كتجي زوينه زوينه بزاف. هذه الفريت، طبعا الوليدات كيحماقوا على الفريت، مره مره تنديروها ليهم. هنايا الركيبات بعد ما طابوا خليتهم حتى بردوا. هنايا عندي الدقيق وعندي بيضه طربتها وعندي لا شابلوغ. المهم انا هنا كانت عندي هذه موجوده عندي في البيت ديالي درتها. اللي ما عندهاش كتاخذ غير الخبز وكطحنوا في الهاشوار وكتستعملوه. كنزيد عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال الثومه بودره، وتنخلطهم مزيان على هذا الشكل بحال هكا. وهذيك لا شابلوغ زدت عليها شويه ديال الهريسه حاره، انا وليداتي كتعجبهم الهريسه. ودابا كندير الفخيضات في الطحين. هو الاول كنلبسهم بالطحين مزيان،
عاد كنديرهم في البيض. كنديرهم في البيض، عاد نديرهم في لاشابلوغ. كنلبسهم مزيان بهذيك لاشابلوغ وكنضغط عليهم باش كتثبت عليهم مزيان. كنستمر بحال هكا حتى كنكمل هذيك الكميه كامله، كنقادها على هذا الشكل بحال هكا. ديرهم في لاشابلوغ وكنضغط عليها مزيان باش كتثبت ليا ديك لاشابلوغ. ديجا موجداهم معكم في القناه بواحد الطريقه اخرى زوينه بزاف حتى هي، راه كاينه عندي في القناه. بعد ما قديتهم على هذا الشكل بحال هكا ندوز باش نقليهم. المهم اللي بغات ديرهم في الفران يمكن لها ديرهم في الفران. الصراحه في كتقليهم كيجيو زوينين بزاف، كيجيو مقرمشين وزوينين، حتى في الفران كيجيو زوينين. المهم كل وحده دير داكشي اللي يناسبها واللي يعجبها. وهادو هما الفخيدات اللي وجدت معاكم، كيجيو شي حاجه زوينه زوينه بزاف. انا وحنا واحد الوحده تحمرات ليا شويه، غفلت عليها وهي تحمر ليا شويه. صراحه جاو شي حاجه روعه روعه واكثر من رائعه، تيحمقوا عليهم الوليدات. ورافقتهم بالفريت والتكتوكه، ونتمنى تجربوهم ويعجبوكم. وما تنسونيش من لي لايك، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك، فمرحبا والف مرحبا، ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي ان شاء الله فضلا وليس امرا. ونخليكم مع لا فيديو، ومع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله.